اجا الربيع واجا معه وقت تقريب الساعة اللي ما له معنى اصلا ببلد صغير ومحدود الامكانات مثل لبنان، وقامت القيامة وقام البلد وقعد وانقسم عموديا مسلم مسيحي، وانكشف المستور وانفضحنا قدام العالم، وانكشفنا انه نحن شعب ما ممكن نتعايش مع بعضنا، وبلشنا اهانات ببعضنا كرمال موضوع فيك تسميه اقل من سخيف. ووسائل الاعلام مثل العاده لعبت دورها السلبي بالتأجيج العصب الطائفي، وبكركي إلى موقف، والمطرانيات حتى ما تواخذني إلى موقف، والجهة التانية ما بتقصر ويا أرض انشقي وبلعيني. نسيوا اللبنانيين الفساد والسرقة، نسيوا الفقر والعوز والتعتير، نسيوا الدولار ب 110,000 ولحقوا الساعة إذا الساعة هلأ وحدة ولا 12. نسيوا السياسيين ذاتهم اللي قرطولن مصرياتهم من البنوك يا عالم ولحقولن توقيتهم، بدل ما يقولوا لهم سدوا بواسكم مش انتم بتقرروا عنا قديش الساعة هلأ، لحقون ان كان من هيدي الميلة او هيديك الميلة. لك نسيوا المئاتي، لك المئاتي حدا ينسيه يا عمي. المئاتي قارت هلا ضربية بالمطار، معمر مطار جديد ب 130 مليون دولار بحكومة تصريف اعمال هيدا نسيتوه ولحقتوا الساعة. قليل عليكم المئاتي، قليل عليكم جبران باسيل اللي بهينكم على مدار الساعة، بهين الشعب اللبناني بكامله. قليل عليكم جبران باسيل، قليل عليكم ميشيل عون اللي قرضكم وراح ينام. انا ما عم بقدر اتخيل هالهمروج هالمسخرة هالفضل اللي عم تصير على السوشيال ميديا. جنون. خديجة بتقلها كيف منخبركم اذا المسيح ما انصلب، وجوسلين بتجاوبها انت بزيادة عليكي تتعلمي كيف تتوضي. كله كرمال انه الزعيم السني والشيعي عندهم رأي بالساعة وفي رأي مخالف عند الزعيمان المسيحية. بس شي منيح هالمرة انه السني والشيعي متفقين، وحليف السني المسيحي مع حليف الشيعي المسيحي كمان متفقين تمام، يعني ما راح يختلفوا السني مع الشيعة ونحن ما راح نقتل بعضنا المسيحية. بس كان نبتولها حرب اهلية من وراء تقديم الساعة. شو بدنا نخبر العالم؟ شو بدنا نخبر اولادنا؟ شو بدنا نكتب بالتاريخ؟ جرصة. بهيدي المناسبة ما فيني إلا ما وجه تحية للكبير سعد الحريري اللي كب علينا كلنا مي سخنة وفل. الله يقدرنا كلنا سوا تنعمل مثلك يا شيخ سعد، يعطيكم العافية.